ازيكم؟ في الفيديو ده هكلمكم عن ليه اخترت مجال المبيعات، وبالتحديد مجال العقارات، وبالتحديد اكتر ليه اخترت إلينغتون. في البداية برحب بيكم، اسمي عمرو وانا بشتغل في العقارات في دبي. بدأت من الصفر او تحت الصفر بشوية، ودلوقتي الحمد لله حققت نجاح كويس جدا بالنسبة لمكان او سوق بيتنافس فيه جميع جنسيات العالم، ومن اصعب الاسواق في العالم في بالذات في مجال العقارات. هبتدي لكم الاول ازاي بدأت وليه قررت اني اشتغل في المبيعات بالتحديد دونا عن اي مجال تاني. في البداية اللي شاف معايا الفيديو بتاع خبرتي في مجال الطيران هيشوف ان انا قررت اني لما بدأت اقرا وكده قررت اني اغير حياتي، واكتشفت ان انا ممكن يجيلي حاجات انا مش عندي. فبعدين قررت اني اخش مجال المبيعات او اغير حياتي مع الاصح. ففي الفترة دي كنت بسمع لشخص هو يعتبر محفز او موتيفيشنال سبيكر معروف جدا في امريكا في العالم، اسمه جيم رون. الراجل ده انا كنت بسمع فيديوهاته ليل نهار لدرجة انه برمجني برمجة كاملة وشاملة. الراجل ده كان بيتكلم عن قصته وازاي ان هو كان عليه ديون كتير جدا، وقابل واحد اسمه مستر شوف. مستر شوف ده غير له حياته بالكامل، خلاه مليونير من وهو عنده 30 سنة. وبيحكي قصته ازاي وبدأ ان هو كان عليه ديون كتير جدا، وكان موظف وكان بيشتغل وكان بيتعب، وما كانش اللي هو الشغل المرهق ده بالنسبة له ما كانش مشكلة خالص، ولكن ما كانش جايب اي نتيجة. ففي يوم خبطت عليه بنت من اللي هما بيبيعوا الحلويات وعرضت عليه، ولكن هو كذب، ما كانش معاه فلوس في جيبه فكذب عليها. لما شايف ان ده يعني الحل الامثل في الوقت ده، فقال لها احنا لسه شاريين حلويات وكده، معلش ومش عايزين دلوقتي. بس الحقيقة ان هو ما كانش فيه في جيبه اي فلوس. وفي اللحظة دي قرر ان هو مش عايز يعيش الحياة زي كده تاني خالص. من اليوم ده قرر ان هو هيغير حياته تماما. وساعتها اول لما قرر بدأت تظهر للعلامات ازاي يغير حياته. وساعتها واحد صاحبه عرفه على الشخص اللي هو البيزنس مان ده او رجل الاعمال اللي هو اسمه مستر شوف. مستر شوف ده كان رجل اعمال ناجح جدا، كان عنده شركة، وكان اعتقد بيشتغل في مبيعات الهيلث كير او المبيعات الطبية. ولما راح اتعرف عليه فلقى ان الشخص ده كان سهل الكلام معاه، وبدأ يقول له طيب انت ايه مشكلتك؟ فقال له مشكلتي الاسعار، ومشكلتي عامل لستة كده وحاطط فيها كل الاعذار بتاعته. فالليستة دي حاطط فيها بقى ان الفرص، ما فيش فرص، الحكومة، ال ال كل الاعذار اللي بتخليه يحس ان هو مبسوط، يحس ان هو ايه يعني، كون ان هو محققش اي حاجة دي حاجة طبيعية. فحاطط بقى كل حاجة. فقال له يا استاذ رون، في مشكلة كبيرة جدا في الليستة دي. قال له ايه المشكلة؟ قال له انت مش فيها. كاتب كل حاجة في الليستة بس مش كاتب هو ليه ما وصلش للحاجات دي، او هو بيعمل ايه غلط مخليه ما وصلش للحاجات دي. ومن هنا كانت الصدمة ان هو فعلا الليستة دي هو عاملها، ولكن مش حاطط ايه السبب الحقيقي، واللي هو انا بعمل ايه غلط مخليني في الوضع اللي انا فيه دلوقتي، مش الناس. كل ما تيجي تشاور على نفسك، كل ما تيجي تشاور على الناس، تشاور على نفسك تقول انا بعمل ايه غلط بخلي الواقع بتاعي بالشكل ده. فجيم رون من ساعتها في اللحظة دي بدأ يتغير، بدأ يعلمه فلسفة الحياة وازاي يعيش الحياة من منظور مختلف، وازاي يغير عقليته من عقلية الشخص بتاع الأعذار لعقلية الشخص اللي هو بيشوف ايه الغلط وبيصلحه.
وبدأ يشرح له ازاي الناس الأغنياء بتفكر وازاي الفقراء بيفكروا، وبأمثلة كتير جدا. اتعلمت كتير جدا من الراجل ده، لان هو عجبني الستايل بتاعه، لان هو بيدخل الكوميديا مع التعليم وبيفيد الناس بجد، والناس كتير جدا اتغيرت حياتها، يعني اتغيرت حياتهم على ايديه من الفلسفة بتاعته في الحياة. وطبعا كنت بسمعه ليل نهار زي ما بقول لكم. وحاجة من الحاجات الأقوال المعروفة اللي قالها ان انت اشتغل في الايام الاجازة بتاعتك على ان انت تاخد او تعيش الحياة اللي انت عايز تعيشها، مش تهرب من الحياة اللي انت عايشها دلوقتي. work on your off days to get the life you want, not to escape the life you have. فدي مقولة شهيرة جدا برضو، كانت أثرت في حياتي جدا. والراجل ده فعلا يعني كان سبب كبير جدا في تغيير حياتي. فقال لك انت فعلا بتفضل عايش الحياة دي لحد ما في يوم بيجي بيقول لك the day that turns your life around، اليوم اللي هيغير حياتك تماما، اللي انت بتقول فيه انا مش هعيش الحياة دي تاني ابدا. ومن ساعتها بتقرر ان انت تتغير، بتقرر ان انت تشوف ايه الحاجات اللي محتاجة تتغير وتبتدي تغيرها. الفكرة ان هو كان جيم رون كان بيشتغل في المبيعات، فلما عجبني الستايل بتاعه وعجبني طريقته في الإلقاء وطريقته في المحاضرات والضحك اللي كان بيضحكه، يعني كان معروف هو جدا بكلمة of course. يعني بيقول لك انت ممكن دلوقتي لو انت ما تعرفش اي حاجة، مش ما عندكش اي معلومات وما عندكش اي مهارات، تتعلم وتبقى وتستخدم المهارات دي في ان انت تفيد الناس. of course اكيد. فدي الجملة الشهيرة بتاعته كانت بتضحكني جدا. فانصحكم ان انتوا تتفرجوا على فيديوهاته، في منها كتير مترجم بالعربي. بصراحة يعني شخص يعني فعلا أسطورة، يعتبر أسطورة، وهو من الثمانينات يعني من زمان جدا، ولسه لحد النهاردة ناس بتغير حياتها على ايديه. فأنا فكرت ياه، لو أنا ممكن أبقى زي شخص زي كده، أو أنت ممكن تبقى زي الشخص ده بعد ما أنت تموت بمئات السنين، لسه في ناس بتغير حياتها على ايديك. دي حاجة جميلة جدا. فتخيل لما تقابل ربنا مثلا هتقول له ايه، او هتقابله ازاي؟ هتقابله وانت يعني فعلا عامل حاجه عظيمه جدا، سايب وراك ليجاسي. فالمثال ده او الموديل ده خلاني انا عايز الحاجه دي حاجه ممكن اكون انا عايز اعملها. فبدات ان انا اتخيل بقى لنفسي في المجال ده، وان انا بدرب، وخدت زي ما تقول مشيت كده على خطاه الى حد ما، بس طبعا مش شخص واحد. انا يعني اتعودت ان انا اللي هم بشوف كذا رأي وبتبع اللي بحسه، بتبع اللي بيجي معايا سكه، او بيجي معايا سكه، بتبع اللي بحس بيه. يعني ان انت اللي هو الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان انت مش المفروض تسمع لشخص بيتكلم عن شخص تاني، لا، انت المفروض تسمع من كل شخص على حدة وتاخد المقتطفات، احسن مقتطفات قالها وتتبناها. لان كل واحد شخصيته بتتبني من حاجات كتير جدا، مش من شخص واحد، مش من يعني ما تبقاش محصور في شخص واحد هو ده اللي انا ماشي وراه. وده لا، لو غلط طبعا، لو غلط هتغلط غلطاته، لكن لما اتعلم من كذا شخص مختلفين بكتسب المميزات بتاعت كل شخص. في الاخر بتلاقي نفسك بقيت كومبينيشن، مجموع الاشخاص اللي انت تأثرت بيهم في حياتك كلهم. فده اللي خلاني دخلت في المبيعات. ساعتها كان هو قالك ان في سن اللي كان عليه طبعا ديون كتير، حاجه من الحاجات اللي كانت بتضحك ان هو بيقول لك ان لما راح يسدد ديونه عملها كلها فكه دولارات كوينز، وراح سلمها لهم بعد ما كانوا بيهددوه بيعذبوه، يقولوا له هنجرك بره بيتك ومش عارف ايه وعشان تدفع اللي عليك. وراح وحط لهم الجنيهات دي فكه، وبيقول لك ده مش حاجه نبيله، بس لازم تعملها على الاقل مره في حياتك. فافتكرتها يعني لما كنت بسدد الديون بتاعتي، بس طبعا ما رضيتش ان انا اعمل كده لان مش شخصيتي. ما علينا. فالمهم خلاني
اوكي، قلت خلاص طب انا دلوقتي خليني اتبع المثال ده، لو انا عايز ابقى مليونير يبقى هدخل مجال المبيعات. فكنت ساعتها عامل زي كده كورس من الحاجات اللي اتعلمتها في مجال الفتنس. كنت حتى اخدت زي شهادة من ناشونال اكاديمي اوف سبورتس ميديسن، كنت بدرسها وانا بطير، وقلت خلاص دي انا هعملها واعمل كورسات وابتدي ان انا ايه ابيع الكورسات دي. فلما بدات اعمل كده لقيت ان انا بعمل الميتنج بس ما عنديش مهاره البيع، ما اكتسبتش مهاره البيع. قلت طب انا كده مش بس ما لقيت نفسي ما اكتسبتش مهاره البيع، لقيت نفسي لوحدي معظم الوقت، فمنقطع عن العالم. فحسيت ان الحياه دي صعبه جدا، محتاجه اقابل ناس. فمن ساعتها بقى ايه قررت ابحث عن طريقه تانية. وكان واحد من صحابي كان بيشتغل في العقارات، رحت زرته، شفت كان ساعتها بيشتغل مطور كبير، رحت شفت الاجواء، فلقيت الاجواء عجبتني، ولقيت ان انا هشوف ناس وكده، وفي نفس الوقت هكون بتعلم حاجه وبتعلم المهاره اللي هتنفعني بعدين. ف ده اللي خلاني اقرر ان انا انضم للعقارات. وطبعا عشان ما كانش عندي خبره ساعتها، فكان الحل الوحيد ان انا ابتدي مع شركة وساطة، ودي كانت الطريقة الوحيدة اللي كنت اقدر اخد بيها خبرة من غير ما يكون عندي خبرة قبل كده، ان انا اشتغل ببلاش. لان طبعا في العقارات في دبي ما بيدوش مرتب، او اغلبية الشركات ما بيدوش مرتب ما عندوش خبرة في العقارات او ما عندوش خبرة سابقة يعني. فمن هنا بدأت في العقارات. طبعا ليه العقارات؟ لان المبيعات عامة كلها بتبقى واحدة، يعني المهارات المبيعات بتبقى واحدة، ولكن المنتج نفسه اللي انت بتبيعه هو اللي بيفرق. فممكن انا مثلا لو بحب العربيات ممكن اروح ابيع عربيات، بحب مثلا الكتب اروح ابيع مثلا كتب، ايا كان الحاجة اللي انت بتبيعها دي لازم تبقى مقتنع فيها لو ما كانش عندك المنتج الخاص بتاعك. ودي تاني احسن طريقة. اول طريقة يعني احسن طريقة ان انت تجيب المنتج بتاعك انت وتبيعه، بس لو ما كانش عندك الفكرة دي في الاول مش هتقعد مستني لما يبقى عندك المنتج بتاعك، لا، تروح تتعلم البيع وتتعلم ان انت تبيع الاول. وانت بتتعلم هتلاقي ان انت بيجيلك افكار وكده، وساعتها بقى تروح تتعلم البيع. ان انت هتبقى عارف ان اوريدي تبيع المنتج بتاعك. طيب، دي اول فقرة من الفقرات ليه اخترت مجال المبيعات. نيجي بقى ليه اخترت إلينغتون بالتحديد، او اللي هو واحد من المطورين المعروفين جدا في دبي دلوقتي. وهتلاقي مثلا في مطورين معروفين جدا، هتلاقي في اعمار، في شوبة، في إلينغتون، في نخيل. ولكن لما يكون في يعني منافسة كتير قوي ما بين المطورين، ما بين في يعني منتجات كتير جدا، في شقق كتير جدا، دايما اللي بينجح في الحالة دي الشخص المميز. وده مش بس في العقارات، ده في اي حاجة عامة. الشخص اللي بينجح لما يكون في ناس كتير جدا بتعمل نفس الحاجة بيكون دايما الشخص المميز. وبالذات بيظهر الموضوع ده جدا في وقت الأزمات زي مثلا وقت الكورونا. فلما بدأت ان انا ادرس المطورين وكده، فلقيت ان في كل مطور عنده زي سمعة في السوق. كل مطور بيبقى ليه كده معروف بحاجة معينة، ماشي. فمثلا يعني هديك مثال، مثلا اعمار مثلا معروف ان هو مطور ده اللي عمل برج خليفة، المطور اللي هو يعني لو استثمرت معاه وانت مغمض تعمل فلوس، بس في نفس الوقت صعب جدا ان انت اصلا تحصل وحدة معاهم. وفي نفس الوقت كمان بتحصل وحدة، يعني بيبقى في اغلبية الاوقات ما بيدوكش الخيار، انت بتكون يعني محطوط قدام الامر الواقع، بتضطر تقول فلو مثلا حبيت تعيش في الوحدة او كده ممكن ما تكونش عاجباك قوي، ممكن يعني تلاقي نفسك اتزنقت، بس مجرد ان انت عايز تستثمر معاهم. ودي والله ده بيبقى اختيار بعض الناس، مفيش مشكلة خالص. فكل مطور معروف بحاجة معينة. مثلا شوبة مثلا معروفين بالجودة عالية جدا، اشتغلت برضو معاهم فترة، مطور كويس جدا، ولكن جودتهم عالية وبيعملوا مجتمعات كبيرة
ولكن برضو نفس الفكرة بيبقى عندهم عدد كبير جدا من الوحدات. فبالتالي انت اذا انت مستثمر او انت مثلا بتبيع لمستثمر، هتضطر ان انت يعني هيقابلك بعض الصعوبات وانت بتبيع بعد كده، لو انت عايز تبيع على طول بعد التسليم. لكن لو انت عايز تخليها وتأجرها، دي برضو بتبقى حاجة كويسة. تمام. وفي ثالث حاجة لقيت ان المميز فيهم هو كان اللي هو المطور اسمه إلينغتون. ليه بقى؟ لان المطور ده ما كانش بيعمل مجتمعات كبيرة، ما كانش بيعمل اعداد كبيرة، وفي نفس الوقت مركز على حاجة مهمة جدا، اللي هي التصميم، الديزاين. مش بس التصميم الخارجي، شكل المبنى من بره، كمان التصميم داخل المبنى. كل حاجة بيفكروا فيها، بيفكروا في أدق التفاصيل. بيفكروا مثلا انت لو عايش في المبنى ده هتقعد محتاج ايه مثلا في الريسبشن، محتاج ايه مثلا في الجيم بحيث ان انت تستخدمه، محتاج ايه في البول، هتمشي ازاي، هتقعد فين، هتحط الفوطه فين. عاملين مركزين لك على الحاجات الصغيره جدا. وده لان المطور ده يعني مطور اللي عمله الشخص اللي بدأه، هو ده اللي كان ماسك اعمار اصلا. ده اللي كان الرئيس التنفيذي بتاع اعمار من ساعه ما اعمار بدأت من 2001 ل 2014. كان هو اللي ورا كل المجتمعات الناجحه في دبي، منها برج خليفه الكوميونتي بتاعتها. وكان فكرته ان هو تبقى المجتمع ده يبقى فيه مبنى كده ايكونيك، مبنى عالمي، ويتبني حواليه تتعمل زي كده مجتمع. نفس الكلام عمل نفس القصه في مارينا، برضو نفس الكلام. الناس بتحب تقعد في مارينا جدا، دبي مارينا لو زرتها. الاريبيان رانشز برضو، ولا اسمها ايه بالعربي مش فاكر. نفس الفكره في ذا جرينز. كوميونيتيز كلها او مجتمعات كلها بتحب تروح تقضي وقت هناك. ده لان الشخص ده عنده رؤيه، عنده فيجن، بيشوف يعني المستقبل، يعني بيخطط للمستقبل بمعنى اصح. وده لان هو يعني دارس الكلام ده من هو كندي اسمه روبرت بوث، و كان يعني الحكومات بتطلبه عشان يعمل لهم المجتمعات الخاصة بتاعتهم دي. فلقيت ان المطور ده مميز جدا. وطبعا مع دراسة التاريخ واللي حصل في وقت الأزمات، لقيت ان مثلا في وقت الكورونا كل المباني معظم المباني كانت فاضية، وفي حين ان المباني بتاعت إلينغتون كانت مليانة، بالرغم من ان هم بياخدوا ايجار اعلى من السوق 30%. يعني الغرفة والصالة مثلا في إلينغتون بتتأجر مثلا في منطقة جميرة الدائرية، قرية جميرة الدائرية أو JVC، بتتأجر مثلا ب100,000، في حين إن الشقق التانية العادية مطورين التانيين بتتأجر مثلا ب60 و70,000. ف30% أزيد من السعر. ومع ذلك كانت مليانة. وده ليه؟ لأن إلينغتون بتركز على حاجات معينة بتخليها مميزة، والحاجات دي منها مثلا أول حاجة زي ما قلت لكم التصميم الخارجي مختلف، والتصميم الداخلي كمان بيفكروا في ادق التفاصيل، لدرجه ان في مكان في المطبخ مثلا تحط فيه بتاعه غسيل الصحون اللي هي السبونج دي او الصابونه والليفه بتاعه الصحون، في مكان تحط عليه الموبايل في الحمام، في خزانات كافيه، في بيركزوا حتى في الاضاءه بتاعه الشقه ان هي تكون مضيئه. تاني حاجه الاحجام بتاعه الإلينغتون او المساحات الداخليه بتبقى واسعة. فأقل مساحة في إلينغتون بتكون حوالي 750 ل 800 قدم، وده مقارنة بالسوق يعتبر يعتبر مساحة كويسة جدا، لأنه أغلبية المطورين في السوق بيعملوا إيه؟ وده طبعا مع احترامي لكل المطورين، كل مطور ليه وجهة النظر بتاعته، وليه طريقة البيع بتاعه، وليه طريقة يعني الطريقة اللي بيمشي بيها السيستم يعني. فمطورين التانيين اغلبيتهم بيبنوا مثلا لو المبنى فيه مثلا 30 او 40 دور، بيضغط المساحة بتاعت الوحدات بحيث ان هو يحط اكبر عدد من الوحدات في المبنى. فبدل مثلا ما المبنى يكون فيه 300 وحدة، بيوصل المبنى ان هو يكون فيه 700 و800 وساعات 1000 او اكتر. وده بيضطر ان هو طبعا يصغر عدد المساحه بتاعت الوحدات، فتلاقي الغرفه وصلها مثلا 550 قدم او 600 قدم. فدي تاني نقطه قلناها، المساحات بتاعت إلينغتون مساحات كويسه جدا. تالت نقطه وحاجه برضو مميزه جدا بالنسبه للنساء اللي هم
التيم بتاع المصممين بتاع إلينغتون، بتاع المصممين بتوع الشقق كلهم نساء او ستات بمعنى اصح. فالشقه بتكون متصممه من وجهه نظر الست، لان دايما مين اللي بياخد قرار الشراء او الشخص اللي بيقعد في البيت اغلبيه الوقت طبعا بيبقى الست. فهي اللي بتبقى عارفه محتاجه ايه مثلا في المطبخ، محتاجه ايه في الحمامات، محتاجه ايه في مش عارف في الدواليب. فبيصمموا الشقه من وجهه نظر الست. فدي حاجة برضو يعني شوف بيفكروا في ايه لدرجة اصغر التفاصيل او ادق التفاصيل بيفكروا فيها. رابع حاجة ان انت عندك الامانيتيز والفاسيلتيز او المرافق والخدمات في المبنى كأنك قاعد في فندق 5 نجوم واحسن كمان. لان طبعا بتروح تقعد في فندق 5 نجوم بيكون الاوضه مثلا او السويت او كده ما بيبقاش فيه بقى يعني ما بتبقاش اول حاجه مساحتها كبيره، ما بيبقاش فيه المطبخ، ما بيبقاش فيه الحاجات اللي هي الصغيره دي. فانت هنا بتبقى عندك حمامات السباحه عاملينها لك بالستايل بتاع الريزورت، باغلبيه الوقت بيبقى انفينيتي. عاملين لك حتى الشيزلونجات بتاعت الشمس دي، حاطين لك جزء منها في الميه بحيث ان الناس اللي عايزه تتشمس بس مش عايزه تحس بالحر يتشمسوا في الميه. عامل لك اماكن لدرجه ان هو بيبقى عامل لك اماكن تحط فيها العجل، الناس اللي بتركب عجل عامل لك اماكن تخزن فيها العجل. اللي بالنسبه للجيم بيبقى الجيم متصمم من تكنو جيم اللي هي اعلى براند للفتنس، بتبقى ميكس ما بين الكارديو والاوزان. فبتكون يعني حتى مفكرين ازاي يخلوك تستخدم الجيم. نفس الوقت الجيمز روم اللي هي غرفه الالعاب عاملين لك حاطين لك كل الالعاب الكروت او الالعاب اللي هي اللي انت كنت بتلعبها وانت طفل او انت مراهق او انت يعني تينيجر، حاطين لك كل الالعاب دي زائد بقى اللي هي البلياردو والبينج بونج والحاجات اللي انت من الاخر انت بتكون عايش في المبنى لوحدها. دي اكسبيرينس، تعيش دي اكسبيرينس او يعني كانك طالع رحله، بس ده بقى انت فعلا عايشه كل يوم. غير بقى السينما والحاجات دي طبعا دي هتلاقيها مع كل المطورين برضو، ممكن بيقدموا لك برضو خدمات زي كده ولكن بدون تفكير بدون فكر. يعني بس مجرد ان هم قايلين ان احنا عاملين سينما فهي السينما، بس من غير تفكير هستخدمها ازاي او الشخص اللي هيستخدمها ده هيستخدمها ازاي. فده الفرق. ف حاجة تانية برضو في الايجارات بتاعه إلينغتون دايما 30% اعلى من سعر السوق، وده لان دايما الطلب بيبقى عالي العرض بيبقى قليل فالسعر بيزيد. تلاقي مثلا اللي عايز يأجر معانا او يأجر وحده مع إلينغتون بتلاقي ان هو في طابور مستني. وطبعا اي كلام من اللي انا بقوله ده تقدر تتأكد منه، معروف جدا في السوق، اي حد تسأله هيقولك نفس الكلام. فبتلاقي ان في ويتنج ليست، بس لستة انتظار عشان بس تأجر شقة في مبنى إلينغتون. تخيل بقى ان انت مثلا صاحب الشقة دي هتحس بايه؟ هتحس بالقوة مش كده؟ او برضو لو انت يعني وسيط وعايز ترشح المطور ده لحد برضو هيحبك جدا لان هيحس يعني انت فعلا قدمت له حاجة هيستفيد بيها كتير بعدين. غير كده كمان المواقع اللي احنا بنطرح فيها كلها بتبقى مواقع مميزة جدا ومدروسة كويس جدا، وده طبعا يرجع لان ايه صاحب الشركة او المؤسس يعني عنده رؤية في المستقبل. ودايما احنا اللي بنبتدي الترندات الجديدة. يعني مثلا اول مرة طرحنا خالص في الجي بي سي او في قرية جميرة الدائرية ما كانش فيه اي مطور خالص، في نفس الوقت ما كانش فيه اي مبنى بجودة كويسة يعني الناس تحب تعيش فيه. ف لما حصل ان هو بدأ المطور ده اول طرح ليه في الجي بي سي كان عايز يثبت ان انت ممكن تطرح منتج كويس جدا في مكان ما حدش عايزه وتنجح برضه، وده هو اللي عمله فعلا في الجي بي سي. ومع انه طرح اعلى من سعر السوق، كان سعر السوق القادم كان ب 600 درهم، هناك طرح هو ب 800 درهم اعلى من سعر السوق، ودلوقتي بيبيع برضو اعلى من سعر السوق ب 1700 و 1800. فلما يكون الشخص عنده رؤية ويكون مميز دايما هتلاقي الشخص ده بينجح، دايما هتلاقي الشخص بينجح وهتلاقي برضو المطور بتاعه بينجح. طبعا الفريق بتاع إلينغتون معروف، منهم برضو إلي خبرة ضخمة جدا
من دماك، وفريق اعمار يعني معظم فريق اعمار جم واشتغلوا على المطور ده، وهو يعني زي ثمرة كفاح فريق متكامل عنده خبرة ضخمة. وطبعا حاجة ملهمة جدا ان بتبين لك ان يعني ان انت لما يكون فعلا عندك فكرة مميزة يعني ما ينفعش ما تنجحش. فكل الكلام ده غير بقى ان انت يعني ما فيش اي يعني كل الناس اللي استثمرت مع إلينجتون كلهم يعني عملوا ارباح. مش بس كده، كل الناس اللي عايشه في مباني إلينجتون برضو ما عايشين مبسوطين، لان انت عايش كانك عايش كده في مبنى يعني ايه. لدرجه ان هو في المناسبات بيعملوا حفلات وبيعرفوا الناس ببعض. فانت مجرد انت بس عايش في مبنى إلينجتون بتعمل كونكشنز، بتعمل معارف. المعارف دي بقى ممكن تنفعك بعدين لو عملت بيزنس او فكرت تعمل بيزنس او حاجه زي كده، بتنفعك جدا. نيجي برضو لنقطة برضو مهمة. طبعا انا يعني او قعدت اتكلم معاك عن المميزات مش هخلص، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان انا لما كنت بروكر في الاول او كنت وسيط في الاول، الناس اللي بعت لهم إلينجتون بيحبوني جدا دلوقتي. ليه؟ لان كل واحد فيهم استلم اللي عمل زيادة على رأس المال مثلا مليون درهم، اللي عايز يعيش في الشقة مش عايز اصلا ولا يبيعها ولا يأجرها. فيعني الناس كان لما انت تبيع لحد حاجة وتبيع لحد منتج كويس هيفكر فيك بالخير. هتبيع له منتج مش كويس هيدعي عليك بعدين، وانت طبعا مش محتاج الكلام ده، ان كلنا هنا ايه في رحلة، وكلنا نتكل على الله في وقت من الوقت من الاوقات يعني. فمش عايزين ان احنا طبعا نسيب اثر سيء ورانا، عايزين نسيب اثر كويس، وده طبعا اللي انا ماشي بيه في حياتي. فدي كانت فكرة المطور إلينجتون. طبعا أنا هنا موجود في المكتب كل يوم من 10 الصبح ل6:30 المغرب. تقدر تعدي عليا في أي وقت، تسأل الريسبشن تقول له عمرو عبد الوهاب، هتلاقيهم بيكلموني ونقعد نتقابل، ممكن ناخد قهوة مع بعض ونتكلم كده. طبعا ده لو انت يعني شغال في مجال العقارات او حابب ان انت تستثمر مع المطور ده. لو انت عايزني اساعدك في حاجة او كده، تقدر ان انت تتابع الفيديوهات دي، او ان انا بعمل فيديوهات دي عشان اساعد في نفس الوقت. طبعا يعني بحب اشارك رحلتي، بحيث ان ممكن يكون في حد تاني بيستفيد منها. بس في نفس الوقت اكيد انا عندي حياتي برضو، وعندي يعني لو كل الناس كلمتني مش هلاقي وقت ان انا يعني اعيش. فده طبعا اكيد ما يرضيش حد. فلو كان ليك علاقة بالبيزنس، لو كنت وسيط عقاري او كنت شخص حابب بيستثمر، تشرفنا في اي وقت، تقدر تيجي ونتقابل ونتكلم. واكيد هتنبسط يعني من زيارتك. وبس اشوفكم على خير.